السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، صباح الورد والفل والياسمين على اجمل عيون واغلى واحلى اخوات في الدنيا دي كلها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. في ناس بتستغرب هو ازاي احنا لحقنا نوحشك، ما انت لسه منزله فيديو امبارح. اولا الفيديو اللي نزل امبارح ده متصور بقاله كذا يوم. ثانيا انتوا بتوحشوني حتى لو قعدت ساعتين ما نزلش فيديو. والله العظيم يا جماعه توحشوني جدا وتعرفوش انا بحبكم قد ايه. المهم طبعا في ناس كتير مستنيه الروتين اللي هينزل النهارده، لان زي ما وعدتكم ان انا هبتدي معاكم بقى روتينات تاني ونرجع للنشاط والطاقه الايجابيه والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. انا عند وعدي، ولكن ابتداء من الفيديو الجاي مش من النهارده. طب ليه يا دودي انتي لابسه كده ورايحه على فين؟ اولا يا جماعه عشان اعمل معاكم روتينات لازم ما يبقاش في حاجه ناقصه في البيت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي التلاجة فاضيه والفريزر فاضي، فلازم املاهم الاول عشان اعرف اعمل معاكم وصفات حلوه كده وجميله. فعايزه اجيب فراخ ولحمه وخضار ولبن وبيض وحاجات بقى ايه كتير. تمام. تاني حاجة عايزة اروح ادفع انا واحمد مصاريف يحيى. ندفع طبعا اللي هو القسط التاني، لان المدرسة بتقسط تقريبا على 3 مرات، فبعتوا لاحمد رسالة عايزين القسط التاني. فدلوقتي نازلين رايحين ندفع ايه القسط التاني، وبعد كده نروح باقي مشاورنا. وكمان عايزين نروح النادي او نروح جنينة، لسه مش عارفة هنروح فين. انا والله نازله كده وسايباها على ربنا زي ما تيجي تيجي. المهم ان انا اخلص الحاجات المهمه الاول اللي انا نازله عشانها، علشان الروتينات اللي جايه ضرب نار قويه جدا جدا جدا. اخر نقطه هتكلم فيها وننزل على طول. عايزه اتكلم في نقطه الفستان او العبايه، لان في ناس كتبت لي في الكومنتات على فكره اللي انتي لابساها في الفرح دي عبايه مش فستان يا قمر. ايا ما كانت، فستان، عباية، شوال، المهم ان هي عجباني وان هي مريحاني. صح ولا غلط؟ انا طبعا يعني بحترم جدا ارائكم، وكل واحد وذوقه، لولا اختلاف الاذواق لورت السلع. بس انا كنت شايفه شكلي حلو فيها، سواء كانت بقى عباية او فستان اللي تسموه. انا شايفه ان انا كنت مرتاحه فيها وشكلي حلو ومرفعاني وجميله. مش شرط علشان اكون رايحة فرح ان انا البس سواريه. عايزة اقولكوا ان تقريبا 90% او 95% من اللي كانوا حاضرين الفرح ما كانوش لابسين سواريه اصلا، كانوا لابسين برضو يعني اطقم خروج عادية جدا جدا. فمش كل الناس بتلبس سواريه في الافراح. فانا مش حابة ان انا اكون يعني، في ناس عارفين بيبقى هدفها ايه لما تروح فرح، والله العظيم ان هي تخطف الانظار، وان هي تطلع احلى من العروسة، وان هي تبقى محور حديث المعازيم في الفرح. يعني بيقعدوا بقى يعملوا بقى حاجات بقى في نفسيهم، ويلبسوا فساتين بقى ايه ملفتة للنظر جدا، ويلبسوا حاجات واو وتحفة، مع ان المفروض ان العروسة هي اللي تكون مميزة في اليوم ده. يعني المفروض هي فستانها وطلتها هي اللي تكون مميزة، مش اي حد تاني. فهمتوا؟ فانا ما كنتش حابه ان انا اهتم قوي قوي قوي، واللي هو لازم اجيب احلى فستان ولازم اجيب سواريه ولازم اعمل. انا حتى ما ركبتش ضوافر ولا رموش، عمري في حياتي ما ركبت رموش، عمري، لان انا اصلا ما شاء الله رموشي طويله طبيعي يعني مش محتاجه. وما لبستش لينسز. انا بحب الحاجات السيمبل والحاجات الهاديه والرقيقه، وانا كنت شايفه اللوك بتاعي حلو، مع احترامي للناس اللي ما عجبهاش. بس انا كنت مبسوطه ودي اهم حاجه. بس كده حبيت ارد على النقطه ديت. ويلا بينا بسرعه ننزل، علشان انتوا عارفين المدارس بتقفل بدري، فيادوبك نلحق ندفع المصاريف ونروح بقى مشاورنا. هتقضوا معايا يوم حلو جدا جدا باذن الله. ما تنسوش بقى اللايكات، عايزه بقى يا جماعه لايكات كتير قوي قوي على الفيديو دوت، علشان احس كده بتشجيع وبحماس. كتروا بقى في اللايكات وفي الكومنتات. عايزين بقى كده ايه ننعنش بقى القناه ونرجع بقى ايه بقوه ونشاط زي زمان. فيلا بينا نقضي اليوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. وصلنا مدرسه مين؟ انا مدرسه يوشي. طبعا هتسالوني ازاي يحيى جاي معاكي والنهارده يوم دراسي. راحت علينا نومه يا جماعه.
او راحت عليا انا نومه؟ لا يا اصحابي، انا بجد بطني كانت بتوجعني قوي، خفيت الحمد لله. انا صحيت على الرنه بتاعه المشرفه بتاعه الباص، لقيتها بترن يعني خلاص داخله على العماره. رديت عليها قلت لها ايه، يحيى بابا هيوديه النهارده. قلت على اساس ايه احمد يصحى كده كده بيبقى نازل الشغل، فايه ياخده معاه في سكته يعني ويوديه. فعلى حظ ماما بابا اخذ اجازه من الشغل. احمد لقيته الصبح بيقول لي انا هاخد اجازه النهارده. يحيى صحي بيقول لي ماما انا بطني وجعاني. قلت لا كده ايه مفيش مدرسه النهارده. المهم يا اصحابي الحلوين، بابا دخل يدفع المصاريف، وعايزه بقى اكلمكم كده في كلمتين او اخد رايكم في حاجه. تعالى كده يا عايزه اخد رايكم في يوسف. دلوقتي يوسف يا جماعه عنده 3 سنين ونص، 3 سنين و7 شهور بالظبط، خلاص، لان هو ايه مواليد شهر 12. هل اقدم له ويخش KG1 السنه دي اللي هي شهر 10 اللي جاي دوت، ولا لسه صغير؟ انت ايه رايك يا يحيى؟ لا انا شفت ناس في KG1 عندهم سنتين، ما تسالنيش ازاي. سنتين اذا كان اقل سن 3 سنين ونص. بصوا يا جماعه، هو سن القبول في المدارس الخاصه هنا عندنا 3 سنين ونص، خلاص. فيوسف هيتقبل ان شاء الله، بس انا حاسه ان هو لسه صغير، لان اكيد في KG1 هيبتدوا يمسكوا الورقه والقلم، ويوسف لسه ما بيعرفش يمسك القلم لسه، حتى لو على شهر 10 برضه هيكون لسه. لا لحوسه حلوه. معلش يحيى مركز في الكوره. فانتوا قولوا لي رايكم يا جماعه، هل 3 سنين ونص سن مناسب ان انا ادخل يوسف KG1، ولا استنى عليه السنه الجايه يكون عنده 4 سنين ونص او 5 سنين؟ لو استنيت السنه الجايه هيخش بالظبط عنده 5 سنين، بس حاسه انه كده هيبقى كبير قوي، مش عارفه. انت ايه رايك يا يحيى؟ يخش بقى عشان عايز يبقى معاه تصاريح بجد بقى. تصاريح ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ امشي يا ولا امشي يا ولا، انت مش فاهم حاجه. تعالى، لا ما ينفعش تدخل، عندهم حصه. فيا جماعه فيدوني ارجوكم في الكومنتات، علشان خلاص التقديمات شغاله اليومين دول، وانا صراحه مش عارفه اعمل ايه، وانا واحمد محتارين جدا جدا، ندخله 3 ونص ولا ندخله 5؟ لان بصراحه المدرسه كمان بتاعت يحيى دي انا عايزه ادخله في نفس المدرسه بتاعت يحيى، لان بصراحه مدرسه تحفه جدا وممتازه، والمستوى الدراسي فيها حلو جدا جدا، ولكن عيبها الوحيد ان هي بعيده قوي عن البيت. فيوسف يعني حاسه ان هو هيتبهدل في الباص والمشوار، لسه صغير. فبقول استنى السنه الجايه يكون يعني مسك نفسه كده وشد حلو شويه، عشان المشوار هيبقى بعيد قوي عليه. فانا حاسه ان انا مش هقدم له السنه دي، حاسه ان انا استنى للسنه الجايه. بس انتوا برضو قولوا لي رايكم في الكومنتات، ومحدش يقول لي قدمي ليوسف في مدرسه قريبه منك. ليه؟ كنت قدمت ليحيى يا جماعه، المدارس اللي جنبي كلها او 3/4 انترناشونال، تمام، وانا بدخل يحيى ناشونال عادي، مدرسه خاصه لغات. دي حاجه. الحاجه التانية، المدارس الخاصة اللي موجودة جنبي يعني أو قريبة مني، صراحة أسعارها مبالغ فيها، يعني أسعارها معدية 30,000 وال35,000 في السنة. فأنا معايا الحمد لله وأحمد معايا إن احنا ندخله، بس أنا حاسة إنه ليه يعني، ما دي برضو مدرسة خاصة وتقريبا يعني أقل منها بكتير، كتير قوي 35,000 في السنة في مدرسة عادية مش حتى انترناشونال. وديت مستواها الدراسي حلو جدا جدا، ويحيى مبسوط فيها، خلاص اتفقنا، ويحيى مبسوط فيها والحمد لله بيطلع فيها من الاوائل والدنيا وعامل صحاب كتير هنا. وكل لما اجي اقول له يا يحيى انقلك من المدرسه اوديك مدرسه هنا جنبي، يقول لي لا يا ماما. تعالى يا يحيى كده. ايه ده؟ دي النتيجه طلع ايه؟ اشوف النتيجه بقى بتاعت يحيى، يا رب ان شاء الله كده يكون طلع ايه، الاول او التاني باذن الله. نتيجه امتحانات الشهر يا جماعه، مش اخر السنه ولا نص السنه، لا، امتحانات الشهر اللي هو اللي لسه خلصان ده. فبصراحه انا المدرسه دي عجباني ومش عايزه اطلع يحيى منها، وعايزه ادخل يوسف معاه هنا في نفس المدرسه. بس هو ده كل الحكايه.
المهم دلوقتي خلاص كده خلصنا، هنروح بقى نجيب بقية حاجتنا ونشوف بقى اليوم هيمشي ازاي. يلا بينا. يحيى مش عايز يمشي. يلا بينا. يلا عشان سايبين يوسف نايم في العربية، مش هينفع نتأخر عليه. قال لي بابا يروح، انا عايزه اتفرج. لا تتفرج ايه على الماتش ايه؟ ما انت رايح بكرة، ما انت جاي بكرة. يلا الماتش قرب يلا يا يحيى عشان ورانا مشاوير تانية. بصوا النتيجة بتاعته ما شاء الله طلعت حلوة جدا جدا. يلا بصوا بقى يا جماعة، قدام المدرسة في واحد بتاع فول وطعمية وبطاطس وكده. دايما كل لما نيجي لازم نفطر من عنده، سندوتشاته تحفة جدا. طبعا احنا نزلنا من غير فطار النهاردة، فقلنا بقى كده نفطر فول وبطاطس وطعمية. واحمد بقى دايما بيجيب من الراجل بتاع العيش ده، بيعمل عيش ابيض حلو قوي قوي قوي. بيحب بقى يجيب العيش لوحده والحاجات لوحدها، ويخليني بقى انا اقعد اعمل سندوتشات. بصراحه اصحابي برضو في ناس ما بتجيبش سندوتشات، ومامتهم وباباهم بيقولوا لهم يدوهم 20 جنيه عشان يشتروا من بتاع الفول، مش عايزين. في ناس زمايل يحيى ما بياخدوش لانش بوكس، يعني يحيى قصده كده، بيديلهم فلوس مصروف يعني، ويجوا يجيبوا سندوتشات من هنا. بس انا بعمل لك لانش بوكس صح؟ لا، عايزه 20 جنيه. عايزه 20 جنيه؟ يعني انت في يوم كده عايز اديك فلوس وتيجي تجيب فطار من هنا؟ طب وهتجيب امتى بقى اذا كان الباص بيدخلك على طول على المدرسه؟ هتعرف تطلع تاني؟ عادي يعني؟ طيب ماشي، هبقى اديلك تغيير كده يوم في الاسبوع ولا حاجه، عشان طبعا اكل البيت انضف بكتير، انما لو مره في الاسبوع ما يجراش حاجه. بس كده احمد بقى يجيب الاكل وناكل عشان جعانين جدا جدا جدا، عشان نعرف نواصل بقى بقيه اليوم بتاعنا. الواحد مهما يعني يفطر اي حاجه في الدنيا، مفيش فطار زي الفطار المصري الاصيل بجد يا جماعه. ريحه الطعميه جابتنا من اخر الشارع. وريني. هسأل على كراسة الأوائل واجي. ماشي. شايفين يا جماعة العيش ده؟ أكتر حاجة بتتخن في العالم العيش الأبيض ده. بس عايزة أقول لكم لا، مصري مش اسكندراني، موجود في اسكندرية برضو. بس عايزة أقول لكم طعمه خطير، تاكلي منه 10 ترغفة تحسي إن انتي لسه جعانة. والطعمية بصوا بقى يا جماعة، الطعمية أم سمسم. إيه يا يحيى؟ ما أنا هعمل سندوتشات. انا هعملك عشان ما توقعش. يا لهوي ريحتها، لو تشموا الريحه رهيبه بجد. ومهما عملتي طعميه في البيت برضو طعميه الشارع غير، يعني تحسي كده ان لا فيها حاجه مختلفه. ده بقى يعني ده ملك الفطار كله. شويه البتنجان المخللين بالشطه والفلفل دول، يا نهار ابيض، في سندوتش الطعميه بقى كده وعيشي حياتك. وطبعا بطاطس عشان استاذ يوسف واستاذ يحيى اهو. قلت لاحمد بقى ايه، كتر في البطاطس عشان العيال بيخلصوها، فجاب لهم هو قرطاس واحنا قرطاس تاني اهو. بصوا ما بقاش فيه اضعاف كراسة الأول، ما بقتش تنزل والله. PDF نزله وانا اطبعه. طيب ماشي، هبقى انزله المعاصر بقى. هعمل بقى السندوتشات. بعد بقى الفطار المتين دوت محتاج ايه؟ محتاج عصير قصب. بصوا يحيى نزل يجيب لنا قصب اهو. يا خلاص يا ليل، تعالى حبيب مامي، كبرتي يا يوشي. اتفضلي يا ام العزيز. شكرا. وانت جبت قصب؟ اشرب بقى دوق كده وقولي رايك. بصوا يا جماعه متلج بقى وايه بعد سندوتش الطعميه والبتنجان والبطاطس. حاجه كده منتهى الانتعاش. هري مصر، هرانا مصر كلها. وريني كده. تحسوا يحيى ما شاء الله، بصوا بقى شاب جميل. قلبي ده قلبي واول فرحتي ونن عيني من جوه. تحبيني يا يحيى؟ لا. ها؟ الريموت ايه 270 جنيه. لا والله، الريموت اللي يوسف رماه من البلكونه باظ يا جماعه. ب 270 جنيه. اقول ايه يا يوسف، اقول ايه؟ ربنا يهديك. ماما انت اخر هو باظ ما يتصلحش. شوفوا بس اجيب. خليه يصلحه. اجيب.
سوفا صحيت اهي وبتاكل البطاطس. اصحابي تخيلوا معايا ان الجو دوت ملائم لان الواحد يروح مصيف. الجو فعلا ملائم ان الواحد يروح مصيف. انا عايزه اطلع مصيف دلوقتي. الجو النهارده بجد حر موت موت. بصوا يوسف يا عيني لحقنا الجنينه عامل زي كتكوت المبلول. ماما وانا ويوسف عمالين نتحايل عليهم بنقول لهم الجو هيبقى حر وودونا البسين. بص يوم الجمعه مش راضيين. اسمع بس اسمع، عشان احنا النهارده ورانا مشاوير مهمه لازم نخلصها. بس توعدك ان شاء الله يوم الجمعه لو الجو فعلا طلع حر كده زي النهارده هوديكم النادي وانزلكم البسين. اتفقنا؟ ماشي. واول لما تخلص الامتحانات بتاعه رابعه، الامتحانات بقى النهائيه اللي هي اخر الشهر ان شاء الله، هسفركم مصيف خرافه. مرسى مطروح. خليه بقى مفاجاه ان شاء الله. المهم خلاص داخلين اهو على السوق. عايزه اجيب توم يا جماعه. التوم نزل وخلاص، مش عارفه هو خلص من السوق ولا ايه، يا رب ما يكونش خلص. نزل وهيخلص وانا ما اشتريتش توم. هوديك الجنينه حاضر. عندي توم من السنه اللي فاتت لسه ما خلصش، فاضل كيسين في الفريزر، فطبعا هيخلصوا يعني ممكن شهرين ولا حاجه ويخلصوا، فساعتها بقى مش هلاقي التوم موجود في السوق، فهروح كده اجيب حبه حلوين بس ونبقى نفرمهم بقى في الروتين اللي جاي ان شاء الله. بس تعالوا بقى نخش السوق وعيشوا معايا بقى الاجواء بتاعت السوق الجميله. اهلا بكم في سوق المساكن. احنا هنا قريبين جدا من عمته، اكيد هنخلص ونعدي عليها. بصوا انا دايما بحب اول لما اخش السوق اعدي على الراجل بتاع البلاستيكيات دوت. انتوا عارفيني بحب الحاجات دي قوي. اشوف كده لو في حاجه محتاجاها، حاجه ناقصاني اجيبها. تعالوا كده نسأل على الصواني دي عجباني قوي اللي هي فيها خشبي دي. بس الفكرة ايه، ان انا ما عنديش خرم ابرة في المطبخ. ما عنديش مكان احط فيه اي حاجة، فخايفة اجيب حاجة ما لاقيلهاش مكان. بس برضو حاجة المطبخ عندي دي بتبقى ادمان صراحة. تعالوا كده نبص على الكوبايات. مفيش فايدة فيا، مفيش فايدة. الله بصي يا يحيى الكوبايات بتاعت رمضان. بصوا خلص من شهرين. ما انا عارفه انه خلص من شهرين، رمضان الجاي ان شاء الله. هجيب من دلوقتي لرمضان اللي جاي. والله شكلها حلو قوي. اسرع تحضير رمضان. ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير كده وبلغنا رمضان، اللهم امين. تعالى يا يحيى، حاول يا يحيى تمشيني من هنا علشان الشيطان بيغويني وبيقول لي اشتري. بصوا حلوه الصينيه دي. انا بعشق حاجه اسمها صواني. اصحابي تخيلوا العذاب اللي انا فيه. دي احلى. بكام دي لو سمحت؟ دي بكام دي؟ ايه هو بالكيلو؟ الكيلو ب200. يعني دي تطلع لها كام يعني؟ بقول لك سعره واحد 86. مش غالية شوية؟ هي دي ايه؟ بتخش ميكرويف. بتخش الميكروويف. حلوة. ايه فاكر لما جبت لك بتاعة الايس كريم دي وما عملناهاش ولا مرة؟ عملناها كذا مرة. فاكر لما شبطت فيها وجبتها لك في الاخر ما عملناش فيها. انا عمالة اقول لك خلي بالك يا ماما تعملي فيها بس. يلا تعالى نشوف بابا الاول بعد كده ايه. اصحابي تخيلوا العذاب اللي انا نعم. تخيلوا العذاب اللي انا فيه في البيت. كنت منعني من ان انا اشغل التكييف. ايوه يا جماعه عادي شغل التكييف ولسه الصيف ما دخلش، ينفع؟ انتوا شايفين الجو عامل ازاي؟ بصوا الكرنب بس صغير الكرنب ده. تعالى نجيب تفاح. اصحابي بص انا عامل ايه. حلو ده. بصوا حلو قوي. مجزأ من الحر، لابس نص طول وشورت وصندل، البس تاني متعرض. حاضر اول ما نروح اشغلك التكييف. حاضر عينيا. ممكن بقى ننقي الحاجات. بكام التفاح ده لو سمحت؟ 75 احمد. ب75 ماشي. هات يا عم شنطه. ده ب75 وده ب75. التوم يا جماعه لسه موجود الحمد لله، بس مش عارفه هو سعره غالي ولا هو كده. بيقول لي كيلو ب30 وبالفرم ب35 عشان هو عنده المكنه هنا اللي بتفرم اهي. فلو جبت هجيبه بالفرم يعني خليه يفرمه بدل ما بهدل البيت واقعد افصص
وايه وشغلانه وريحه، صح يا يحيى؟ انت بتضحك على ايه؟ انا فرحانه ان انت معايا النهارده في الفيديو. بيقول انا مش فرحان عشان ما بيحبش السوق يا جماعه. تعالوا كده نشوف نسأل في حته تانية بكام، يمكن ايه نلاقيه ارخص ولا حاجه. وعايزه اجيب كل حاجه، انا التلاجة فاضيه خالص. بصوا الباميه صغيره وحلوه ازاي. امبارح لسه عامله باميه، بس الباميه اللي هي الاكياس ده كبير على صغير، بس انت تنقي بقى. استنوا كده نسال بكام. ايه ده؟ اسالوا بكام. كام الباميه؟ ب100. الباميه ب100. هو انا غايبه عن السوق بقالي كتير ولا ايه يا يحيى؟ انا غايبه بقالي كتير 50 سنة. طب هات هات قفص، هات بتاع نحط فيها، هات. والبسلة ها؟ حلوة البسلة. البسلة بكام؟ 25. حاجة حلوة البسلة، تعالى نجيب بسلة. أنا عندي كيس بامية في الفريزر. أنت بتحط بالواحدة؟ لا ده كده بالكبشة كده. أيوة كده. بس بص لو لقيت في واحدة كده مفتوحة أو فاضية شيلها. اللي يطلع معاكي بقى اعمل يحيى ما تحطش يا يحيى، انت بتحط البايظ. يا لهوي يحيى خد من الحلو. يحيى بيحط اي حاجه في اي حاجه. انت بقى معاكي بقى. ركز ما تاخدش من انت البايظ. اللي بتطبخي بقى، انا اعملك ايه؟ انا بطبخ ايه؟ هتجيب لي بسله بايظه وتقول لي انت اللي بتطبخي؟ يلا ما انت اللي هتاكل، انا بطبخ وانت اللي هتاكل. هنروح الساعة طب. خلاص انا غلطانه اني جبتك معايا السوق يا يحيى. يا لهوي بصوا يا جماعه بيجيب لي ايه. خلاص شكرا كفايه. انا اصلا ايه ما عنديش وقت اقعد افصص ده كله. روح قول لعم موزن. تعالى يا يحيى نجيب فاصوليا. الفاصوليا يا جماعه ب15. حلوه سعرها حلو مقارنه بباقي الخضار. بالله عليك يا اخي ما تحطليش حاجه بايظه، ما تحطليش حاجه. يحيى بص شايف المخرم ده؟ خلي بالك ده بيبقى فيه جواه دوده، هتاكل فاصوليا بالدود. بحب انا الفاصوليا بالدود بتاعتي. بس كفايه. انا طبعا الحاجات دي يا جماعه بغسلها وبقطعها وبفرزها، كل ده هعمله معاكم في الروتينات ان شاء الله. خلاص يا يحيى انت فرحان ان انت عمال تحط، وانا اللي هعمل كل ده في الاخر. جايب لي فاصوليايه عندها التهابات. زي ما يطلعوا. ماشي. ونجيب كمان فلفل الوان. بص استنى بقى اما اعلمك تنقي الفلفل ازاي. هعلمك بص عشان يحيى. لا مش كده. بص ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي واحده لسه مولوده. اعمل بيها ايه ديت؟ اعمل ده انا بس اشيل راسها خلاص خلصت كده. بص هعلمك تجيب الفلفلايه. شايف دي التوته بتاعتها من تحت 3. بتضحك على ايه؟ انا بتكلم بجد. والله بتكلم بجد. في فلفل. يحيى انت جاي تهزر. انت جاي تهزر في السوق. بص في فلفلايه التوته بتاعتها 4. الراجل هيضحك علينا. انت مش فاهم ليه؟ دي 3. بص دي 3 دي 4. احنا بنجيب اللي فيها 4 صح؟ ايوه مسكرة. ال4 بتبقى مسكرة. ايوه في فرق في الطعم صح؟ ايوه انا بتكلم صح. ما هو بيضحك على ايه؟ ايوه صح كده. فهمت؟ يبقى امه 4 مش امه 3. واحد بيبيع فلفل طابور مش عارف، انا قلت له ده معلومه مهمه جدا، انا دايما اقولها لهم في الفيديوهات. في باب الوقت. بصوا يحيى مسخسخ مش مبطل ضحك. عجبته قوي 3 توته و4 توته. ده انت فظيع. المهم يا جماعه سيبونا من يحيى وتعالوا ننقي الفلفل بتاعنا. هو اصلا الفلفل كله حجمه مش يعني ايه مش كبير قوي،
وصل. اهي دي بص، دي فيها كام توتايه؟ فيها كام؟ لا من ورا، من ورا كام؟ 2 4. انت بتعد ايه؟ هم 4 اهو، 1 2 3 4. ايه ده؟ ايه بس دي دبلانه مش هناخدها، فهمت؟ دي كام؟ بص 1 2 3 مش هناخدها خلاص. احنا كده هنقعد اليوم كله في الفلفل، خلي بالك. يلا. ايه يا يحيى ده؟ ايه يا يحيى ده؟ لا لا يحيى انت بتناقيش حلو. لا وريني دي كام واحده. بس هات احمر بقى، احنا جبنا اصفر كتير. الكيلو يا جماعه ب 35، قال لي ب 40. قلت له لا ب 35 عشان صغير، قال لي ماشي. تعالوا بقى نجيب كوسه وجزر علشان استاذ احمد عايز خضار سوتيه. بيقول لي اعملي لي سوتيه، انا بحبه، ما بتعملهوش ليه؟ قلت له ماشي هعمل لك سوتيه. ماشي. اسال عمو بكام الكوسه والجزر؟ 15 و10. طب هات. لا لا قناه طبخ، انا قناه طبخ. ايه يا عم؟ بصوا يحيى، ايه يا يحيى دي؟ ننقي بقى كده الكوسه الحلوه، ما تكونش ايه كبيره قوي ولا صغيره قوي. حبيبي حبيبي بص بص، ما تجيبش اللي هي ايه كبيره قوي قوي، يعني وسط. يعني بص يا جماعه، عرفت لكم معلومه كمان في الجزر. عرفت لكم معلومه في الجزر، الجزرايه اللي من تحت مدوره مش مدببه بتبقى مسكره اكتر من المدببه دي. لا دي معوقه. دي كده معوقه. امسك دي كده عشان اشرح لهم بس الفرق. احنا هنا دلوقتي في حصه علوم، مش في حصه، مش في السوق بنشتري الخزين. بصوا شايفين الفرق؟ ها شايفين ولا مش شايفين؟ طيب دي من هنا مدببه، دي من هنا مدوره. هاتوا دي، ما تجيبوش دي. النهارده يوم مش طبيعي بجد. فيها ايه يا جماعه لما اقول له نقي الجزرايه اللي التوته بتاعتها مدوره؟ دي حاجه تضحك؟ دي حاجه تضحك؟ مش فاهمه انا ايه اللي بيضحك. اللي يضحك دي مدوره؟ دي مدوره؟ لا مش مدوره، دي حلوه دي. خليها لك مسطحه. اوعى تكسرها، اوعى، حرام. بص شايف دي؟ بص دي عامله ازاي؟ حلوه دي. متقطعه عادي عادي. طب ودي عادي متقطعه؟ ماشي. باخدي دي. لا 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 دي لا. انت قلتي عادي متقطعه اهو. لا لا دي بايظه خالص. بس كده كفايه جزر بقى. ايه يا عم ده؟ الكوسه قد ايه؟ نجيب كوسه كمان علشان عايزه في يوم كده اعمل لهم صينيه كوسه، او ممكن اعمل لهم تورلي. خلاص انت ما تنقيش، انت مش عارف تنقي. تعالوا بقى دلوقتي نجيب فلفل. الحاجات اللي كانت بره قلت له صغير الفلفل ده، قال لي تعالي خدي من جوه من وش القفص. هناخد، لا دي نونو خالص، من وش القفص. بصوا نقي لي بقى يا يحيى، هات لي كل اللي فوق الوش ده. بصوا يحيى بينقي ايه. بصوا يحيى هيشلني، هيشلني بجد. سايب الكبير واخد لي ايه؟ رجع ولا هات لي الكبير. بص بص ايه ده، نشيل البلاستر ولا نعمل ايه؟ لا طبعا. استنى خليه يشيل لنا البلاستر ده. لا ماما انا هطلعه. هتعرف؟ حاول. بقول لك تعالى شيل لنا البلاستر ده. الفلفل يا جماعه ب 15، رخص، كان ب 30. يحيى انا لسه قايله لك ايه على الفلفل؟ لسه قايله لك ايه؟ اللي هي ايه توتتها كام؟ 4. مفيش فايده، مفيش فايده. بصوا جايب لي ايه؟ بصوا ايه ده؟ ايه دي اللي انت جايبها دي؟ نقي لي 4. عرفت؟ يا هنقف نضحك بقى احنا ايه يا يحيى؟ يلا بقى يلا عشان الراجل، بص الراجل هيطردنا خلاص. بقالنا ساعة واقفين عنده. هنجيب نص كيلو بس عشان بيدبل بسرعة.
ماشي يا يحيى، انت بتنقي الحاجات اللي قدك صح؟ دي اهو كبيرة. بذمتك انت شفتها قبل ما يعني انت شفتها قبل ما تحطها؟ ايه ده؟ ايوه شفتها. بصوا يا جماعه، لا وريني. ايه دي؟ هي وبنتها؟ رجعها يا حبيبي، رجع يا بابا، رجعها مكانها رجعتها. يا ربنا. هنجيب بطاطس بقى يا جماعه. بصوا الكبيره الحلوه دي ب12 والصغيره شويه دي ب10. هي كيلو. طب امسك بس، افتح لي الكيس كده. هجيب طبعا ام 12 احلى. بص يا يحيى، نقيها كده كبيره. شايف دي؟ نقي كده زيها. طب افتح لي الشنطه وانا احط. ايه ده؟ في حاجه وقعت، استنى. ما تحطش صغير ها. كله كبير. لا هات اكبر من كده، هات الكبيره قوي دي. كده. ماشي. الليمون يا جماعه ب80 جنيه. تعالى يا يحيى، يلا يا سوسو، يلا يا سوفا. بصوا الليمون ب80. هجيب بس ايه، تعالوا كده نشوف قدام. بس صغير قوي الليمون ده. امشي على جنب، طيب امشي على جنب. تعالى يا يحيى. عايزه اجيب بنجر، بقالي كتير قوي بقول عايزه اجيب بنجر عشان اعمل سلطه بنجر. الكيلو ب25، فهجيب نص كيلو عشان نبقى نعمل سلطه مع بعض. ايه يا قلبي؟ سيني؟ لا مش قادره سينك انا دلوقتي. اشيلك ولا اشيل الخضار؟ بصوا البنجر حلو ازاي، على فكره مفيد جدا يا جماعه وكله حديد. بس الخرشوف ماليش فيه قوي، الخرشوف محبوش قوي يعني، بس حلو برضو فيه حديد. بس بجيبه متقشر جاهز، مش لسه بقى هقعد اقشر. ماشي، هات ربع. ما هو كله كده. هجيب كمان نعناع. هو فين النعناع؟ هو ده. ال3 حزم ب5 جنيه. فهجيب بقى نعناع وهجيب ليمون عشان نعمل ايه؟ برافو عليكم، عشان نعمل عصير ليمون بالنعناع. خلاص ادام الصيف دخل يبقى ايه، لازم نعمل ليمون بالنعناع بالتلج بقى كده. وايه ياه، نفسي فيه دلوقتي لما اروح بقى اعمله. بصي يوسف شعره عليه نعناع. بص يا يحيى. شيل النعناع من على شعرك اهي. مش لاقيها. بصوا بننقي الليمون، بس ما تنقوش اصفر قوي عشان ما يبصش بسرعه. مش اصفر خالص. هاتوا طري عشان يبقى فيه ميه. ب80 جنيه. شلت النعناعه؟ وريني، لف كده. خلاص وقعت. نقي ليمون يلا يا سوسو. حط واحده صغيره ب5. هات ليمون يلا، هات ليمون. شطوره. 35. هنجيب كانتالوب. ماشي، الكيلو ب20. هنجيب، هات 2 كبار. انا ما اعرفش الحلو. دي هات دي. كله حلو. حلوه دي. حط يعني. كله. افتح. لا استنى، انا بعرف فيهم. لا بص دي بص. لا بص دي لسه ما وقعتش تبقى. ما وقعتش ايه دي جميله. اهي لسه ما وقعتش. هات اللي وقعت. اللي وقعت تبقى مستويه. لا بيبي، اروح اعمل له بيبي. بايظه. استنى كده نجيب واحده حلوه عشان ما تطلعش ايه، عشان ما تطلع حلوه دي. بصوا انا جبت 3 كيلو توم، وهيبتدي بقى يقشرهم ويفرمهم. الكيلو بالفرم ب35، والاحمر التوم الاحمر ب60. فانا جبت اللي هو الابيض ده حلو. قال لي بقى نص ساعه وتعالي عشان التقشير بتاعه بياخد وقت. فهروح بقى كده اكمل بقيه حاجتي وارجع له تاني. بصوا هجيب بقى اللي هي عجينه البيتزا الجاهزه دي، علشان ساعات ايه العيال بيحبوا يتعشوا بيتزا فبنشتريها جاهزه من بره. فعلى ايه اجيب انا العجينه واحط عليها الحشوه وتبقى زي الفل. هما بيبقوا 3 كده مع بعض، مش فاكره بقى بكام، اكيد سعرهم زاد، كل حاجه بتغلى. احمد راح جاب لنا عصير عشان ايه، جو حر. لا مش عايزه الشوكولاته ده، دي ليوسف. خد يا يوسف. خلاص مش عايز.
هجيب كمان جلاش عشان ما عنديش. عايزه اقول لكم بجد الجلاش ده برقبه الجلاش الجاهز. هات لي واحده جلاش احلى بكتير بكتير من اللي في السوبر ماركت ده. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا. بصوا يا جماعه البانيه النهارده ب 220 ب 220. فهجيب بانيه، والفراخ البلدي ب 115. هجيب فراخ بلدي. انا ما بقتش احب اجيب الفراخ البيضه الصراحه، البلدي طعمها احلى بكتير وشربتها احلى. بجيب فراخ بيضه لما بكون عايزه اعملها مشويه، لازم اجيب بيضه عشان البلدي بتنشف في الشوي. انما لو عايزه اعمل مرقه وعايزه يعني اكل فراخ كده محمره بجيب البلدي. بس البانيه بصوا لونه احمر وما فيهوش ميه. بصوا ما بينزلش ميه، يعني ايه تعرفوا ان كده حلو مش شارب ميه. فرختين و2 كيلو بانيه ب 955، يعني 1000 جنيه فرختين و2 كيلو بانيه. الاسعار في ذمه الله. بصوا بيقطع لي اهو البانيه. ماشي اتفضل. وبينضف لي الفراخ وبيقطعها لي. 384 و220. تعالوا بقى نجيب خيار. جبت كل حاجه ونسيت الخيار. بصوا الخيار النهارده الكيلو ب10 جنيه، ب10 جنيه، وفي حتت ب15. فانتوا ايه بلاش حد يضحك عليكم، ولازم تلفوا السوق وما تاخدوش معاكم عيالكم، اهم حاجه عشان تعرفوا تلفوا براحتكم. انا هجيب كيلو بس يا يحيى بقى. يحيى بالله عليك ده منظر خيار، بالله عليك ده منظر. ما تنقيش يا يحيى، ما تنقيش. بس 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 الله يهديك، الله يصلح حالك. اوعى ولا اوعى. لا اله الا الله. انت عارف يا يحيى انا لسه عايزه اقول لك حاجه. بص لي كده. انت عارف ان انت بتنقي الخضار اللي شبهك؟ والله العظيم. بص انت عامل كده بالظبط، رفيع من فوق يا جماعه انا دلوقتي دخلت سوق السمك. انا في نفس السوق هو بس قسم السمك يعني. فتعالوا كده نشوف البوري عشان انا نفسي اجيب بوري الصراحه. تعالوا نشوفوا كده عامل كام النهارده. ماشي. بصوا ده شكله حلو، شكله طازه. ده بكام البوري؟ بكام البوري؟ 150 و170. هجيب انهو؟ هجيب ده حلو ده. 170 و150 بس ده اكبر. انا هجيب سمكتين بس. يحيى ما بياكلش قوي. تعالوا بقى ايه نجيب كده 2 كبار بس. ايه بصوا حلوة قوي طازة. لا طازة حلوة بس. ودي وسخت ايدي ومش عارفة هغسلها فين. لسه كأنها أصحابي. نعم. دي فصل ولا الحيوانات كأنهم حور. لا دي صغيرة. ها ليه الحيوانات كأنهم حور؟ عينيهم الناحية دي وعينيهم التانية الناحية التانية. لا دي أكبر. خلاص هجيب الاتنين دول. بصوا شكلهم حلو قوي. بكام ده؟ 120. بصوا طبق فيه سي فود. احمد قال لي عايز سي فود، جمبري وسمك فيليه وكابوريا وصوابع كابوريا. حلو. وده بكام؟ ده ب60 جندفلي. هاخد بقى طبق من ده علشان نبقى نعمله كده شوربة سي فود مع السمك. وبصوا هنا عنده حاجات حلوة قوي. قولي بكام البولتي النهارده عامل كام؟ ماشي. بصوا ما شاء الله. الكابوريا دي انتايه دي صح؟ الكابوريا بكام؟ 150. في كابوريا ب 180. في كابوريا ب 200. 150 180 200. بصوا السمك بسم الله ما شاء الله طازه حلوه قوي. وبصوا سمك المكرونه ده بيبقى طعمه عامل زي الجمبري، حلو قوي. وريني كده عامل كام ده؟
يعني مكرونه ب 170 وعندي مكرونه ب 180. 170 و180 اللي هي اكبر شويه. بصوا لا بصراحه السمك هنا في السوق حلو قوي. انت قلت لي اسمه ايه؟ محل ابو كريم. عنده حاجات حلوه واسعاره حلوه قوي. بصوا البولتي ما شاء الله، بصوا عامل ازاي ما شاء الله، حلوه قوي. شايفين المكرونه؟ بس ده مش بربون صح؟ ده مرجان. بكام؟ مرجان ب 120. والصبيت؟ الصبيت عامل 400 بس ده من غير ميه. من غير ميه عشان كده ب 400 بس بلدي حلو. شايفين؟ احلى حاجه السي فود ده بجد وانضف اكل. بصوا شايفين البطروخ طالع من الكابوريا ازاي؟ بصوا حلو قوي. خلاص كده جبت السمك والسي فود تقريبا كده، خلصت كل حاجتي. فاضلي بس عايزه اجيب كرتونه بيض وعايزه اجيب لبن. مش من هنا، بابا قال لي من في محل يعني يعرفه بيبيع البيض بالجمله، هنروح نجيب منه. واللبن بقى من اي حته اكيد مش من هنا يعني. بس ايه رايك يا يحيى في جوله السوق؟ لا تعليق. لا بس كانت حلوه صح يا يحيى؟ ضحكنا وانبسطنا. دي مضحكة بس. صح هتيجي معايا السوق تاني؟ لا. ليه؟ لا هتيجي معايا، بتسليني والله مع انك بتنقي الخضار وحش. اكتر حاجة عجبتني العربية هتتقلب كده البتاع. يا جماعة كان هيقلب علينا عربية الخيار والله. يلا. ايه ده؟ احنا ما جبناش التفاح. عندنا ما جبنا التفاح. لا استنى انتوا بتحبوه. هجيب كمان موز اهو. الموز النهارده الكيلو ب40، فهجيب 2 كيلو كده. وجبت تفاح اصفر على احمر، الاتنين نفس السعر 75. عندنا خوخ في التلاجة فمش هجيب خوخ. وجبت اسمه ايه ده، كانتالوب. يعني كده خلاص جبت تشكيلة حلوة من الفاكهة. يا صوابعي، يا صوابعي. بصوا بنشيل الاكياس، ايدي بقت عاملة ازاي. وبص بنشيل الاكياس دي هتعمل ازاي. قاعدة هنا مستنية احمد بيجيب العربية وجاي. وايه اللي انت ماسكه في ايدك ده ايه؟ بتاعت يوسف. تحسوا عيالي لسه تحسهم لسه في الحضانة. اهو ما حرمتكوش من يحيى، فيديو كامل يحيى معايا. محبين يحيى حطوا لايكات بقى. حطوا لايكات ليحيى. ها تقعدوا تسالوني على يحيى اهو. اصحابي اللي كان عايزني اروح السوق ما يعملش حاجه، اللي ما كانش عايزني يروح السوق يعمل لايك واشتراك. كله هيعمل لايك صح؟ واشتراك. يبقى الفيديو ده عايزينه يوصل لايه؟ ل10,000 لايك. انا في حلم بتمناه ان هو توصلوا الفيديو ده 100,000 يحيى ما يروحش السوق. كل مرة هاخدك معايا. كان ب100 جنيه يا يحيى، هنرجع المشوار ده كله عشان 100 جنيه. عايزة اقول لكم يعني انا مش عارفة مالي النهاردة. مش مركزة ليه ولا بقيت. انا نسيت التوم يا جماعة، نسيت التوم عند الراجل. فاكرين لما قلت لكم انا هسيبه يتفرم وهروح اجيب حاجات وارجع تاني؟ نسيته وما رجعتش. وعايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي بعدنا جدا جدا عن السوق، ولسه ما قلتش لاحمد. احمد نزل يجيب لنا شاي وهيتفاجئ دلوقتي. بصوا استنوا هو جاي اهو، خلي بالك مع يوسف. وهقول له بقى وهيتصدم. اصور لكم رد فعله. انا حاسه ان هو هيقتلني، ممكن يقول لي خلاص مش هنرجع تاني. عايزه اقول لك على حاجه، هنرجع السوق تاني. هنرجع السوق. ليه؟ نسيت التوم. هو بعيد بجد. معلش بقى. ايه يا سوفا؟ الشاي حاضر. ورجعت السوق تاني ولقيتهم قشرهم بس لسه ما فرمهمش.
احسن، قلت علشان يفرمهم على طول وانا واقفه واخدهم ما ياكسدوش ولا يعملوا ريحه. هيبتدي يفرمهم اهو. وافتكرت ان انا ما جبتش بصل قلت الحمد لله ان انا رجعت علشان ايه، عشان اجيب بصل واخد بقى التوم. تعالوا اوريكم بيتفرم ازاي. البطرمان من العلبه ونقلبه من بره ولا اجيبه ايه؟ بتفضي عليه من بره وقلبيه. لا ما ينفعش خلاص انا احطه في البيت. انا احط في العلبه يا عم، انا شاريه ده علبه. بتاعي صح؟ ماشي يا ماما. بس تعملهم لي على كذا شنطه، مش شنطه واحده. عايزين اكياس لبن. اكياس ايه؟ لبن يعني ايه؟ عايزين 4 اكياس لبن ونحط لهم ملح وزيت ومعلقه سكر. ملح وزيت معلقه وسكر. سكر. الملح ما بيخلوش يجمد، والزيت بيحفظ ريحته في الفريزر، والسكر ما بيخلوش يصفر. سمعت لك المعلومه؟ قالت انا بشتري. انا كنت اسمع عن الملح، لكن الزيت والسكر ده جديده. معلش طب لو اشتريت فلفل ينفع تفرموني فرمون. مع زي ما سمعتوا كده يا جماعه، ملح وزيت وسكر يخليه ما يجمدش ولا يعمل ريحه. الملح ما بيخلوش يعمل ريحه في الفريزر، الزيت ما بيخلوش يجمد، الملح والسكر ما بيخلوش يصفر. موديل ال3 كيلو. ايه ده خسوا كده ليه؟ نزلهم لي لاخر قطره. ال2 كيلو ونص بيطلعوا كيلو 100. ياه. مثلا تلاقيهم كيلو. كده خلاص الحمد لله جبت كل حاجة. جبت كمان طماطم اهي، الكيلو ونص ب10، وجبت البصل وجبت الثوم، وكده اكون خلصت وخلصت. والله العظيم تعبت قوي. رجعنا، عايزه اقول لكم رجعنا مشوار، بس احمد والله الله يبارك له ولا اتضايق ولا زعل ولا اي حاجه. هو بس ايه يعني قريف سنه كده، بس عادي، هو متعود على كده معايا. المهم هقفل معاكم الفيديو عشان حاسه ان هو بقى طويل جدا جدا جدا. دلوقتي بقى احنا مش هنروح كده نفسح العيال شويه، نوديهم اي جنينه ولا اي حاجه يلعبوا شويه، بعد كده نروح. استنوا بقى الروتين الجاي هيكون عباره عن ايه، هيكون ترتيب المشتريات